السلام عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد. النهارده نجهز مع بعض طريقه طبيخ القرنبيط باللحمه، نقدمه لكم بطريقه سهله جدا وبسيطه والطعم حكايه. تابعوا معايا الفيديو الاخر وبتمنى يعجبكم. معايا كده واحده كده من القرنبيط، انا غسلاها كويس. دلوقتي هبدا ان انا افكك كده من بعضها زي ما انتم شايفين في الفيديو قبل ما اسلقها. طبعا بعد ما فككتها كده من بعضها، معايا كده حله على النار انا حاطه فيها ميه بتغلي. دلوقتي هضيف عليها معلقه كبيره ممسوحه من الملح. هبدأ كده ان انا اضيف القرنبيط اللي عندي عشان ان هو يتسلق، وطبعا انا مش هسويه سوا كامل. خلاص كده لما القرنبيط يتسلق او يكمل سواه، دلوقتي هجهز كده للصلصه بتاعتنا. معايا كده حله على النار انا حاطه فيها زيت يسخن. دلوقتي هستنى لما الزيت يسخن وهنزل عليه كده ببصلايه متقطعه قطع صغيره. هبدأ ان انا اشوح كده البصلايه لحد ما لونها يصفر وريحتها تطلع. خلاص كده بعد ما البصلايه بتاعتي اتدبلت وريحتها طلعت، دلوقتي هضيف كده حوالي معلقه صغيره من الثوم المفروم، بيدي طعم حلو قوي للصلصه بتاعه القرنبيط. خلاص كده هبدا ان انا اشوح الثوم مع البصل، هقلبهم تقلبتين وبعدين هضيف عليهم كده اللحمه المسلوقه. طبعا اللحمه دي انا سلقاها عاديه في شوربه عاديه. هبدا ان انا اقلبها كده مع البصل والثوم عشان تاخد من طعم البصل والثوم. خلاص كده بعد ما اديت اللحمه تشويحه كده مع البصل والثوم، هنزل عليها كده بعصير الطماطم. طبعا ده نص كيلو من الطماطم، انا غسلاها كويس وفرماها في الخلاط وبعدين مصفيها كويس من اي تفل فيها. دلوقتي هضيف كده البهارات. اضيف كده معلقه من الفلفل الاسمر ومعلقه من الملح ومعلقه كده من السكر، وكمان هضيف كده حوالي حبتين من الحبهان، بيدي نكهة حلوة اوي للصلصة. هقلب كل البهارات دي كويس مع الصلصة وبعدين اهدي النار عليها واغطيها لحد ما الصلصة بتاعتي تتسبك وتستوي كويس. خلاص كده زي ما انتم شايفين ده كده شكل القرنبيط بعد ما خد حوالي نص سوا. دلوقتي مجهزة كده زيت غزير على النار. استنى كده لما الزيت يسخن كويس وبعدين هنزل كده بالقرنبيط هحمره، بديله كده لون اصفر خفيف. الخطوة دي بتدي نكهة حلوة اوي للقرنبيط وبتديله لون حلو كمان. خلاص كده زي ما انتم شايفين انا هبدأ ان انا احمره وهقلبه على الوش التاني لحد ما القرنبيط بتاعي يتحمر كويس من الجهتين. خلاص ده كده شكل القرنبيط بعد ما اتحمر كويس. دلوقتي كده ده شكل الصلصة بتاعتي بعد ما اتسبكت واستوت كويس، وكمان اللحمة كملت سواها واتسبكت كويس مع الصلصة وادت طعم حلو اوي ونكهة حلوة للصلصة بتاعة القرنبيط. خلاص كده دلوقتي هضيف القرنبيط اللي احنا حمرناه مع بعض وابدا ان انا اقلبه كده، بس انا لازم اخد بالي وانا بقلبه عشان ما يتهريش مني. هبدا ان انا اقلبه كده بالراحة، وطبعا في الوقت ده برضو هدي النار واغطي على القرنبيط واسيبه حوالي دقيقتين مع الصلصة واللحمة يتسبكوا برضو عشان القرنبيط يدي نكهة حلوة برضو للصلصة. خلاص كده بعد ما عدى دقيقتين، دلوقتي هضيف كده الشوربة اللي احنا سالقين فيها اللحمة. خلاص كده زي ما انتم شايفين هديلها برضو تقليبة، وطبعا النار عندي بتكون متوسطة. دلوقتي هغطي عليه واسيبه لحد ما يغلي مع المرقة بتاعته. وطبعا انا عندي اللحمه مستويه كويس وكمان القرنبيط مستوي، يعني مش هياخد وقت كتير على النار، مجرد بس غلوه او غلوتين بس وبعدين هنطفي النار عليه. ده كده شكله بعد ما غلي. وطبعا احنا في الوقت ده بنظبط ملوحه، يعني لو محتاج ملح ممكن نضيف له. القرنبيط بقى جاهز معانا. ده كده شكل القرنبيط باللحم اللي بتاعنا اللي احنا جهزناه مع بعض. طريقه سهله جدا وبسيطه من طرق القرنبيط. بتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. بحبكم في الله والسلام عليكم.